السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم محمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل القطايف بطريقة سهلة جدا جدا ومميزة. تابع معايا الطريقة والخطوات عشان تطلع أسهل طريقة بإذن الله. طبعا الأول هعمل الشربات بتاع القطايف، حوالي كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية، عليهم نص ليمونة بقشرها. بالطريقة دي هحطها على النار بقى لحد ما تغلي. يكون بقى جهزت القطايف بتاعتي. المكسرات بتاعتي عبارة عن زبيب، جوز الهند، سوداني متحمص بالشكل ده. طبعا هجيب بقى القطفاية احشيها بالشكل ده، طريقة سهلة جدا. طبعا العجينة القطايف سهلة جدا. مرة فيديو هنزل لكم الفيديو ان شاء الله، طريقة عمل عجينة القطايف. طبعا مفيش احسن من ان انت تعملي اي حاجة في بيتك عارفة انت عملتي ايه. عملت بقى كمية بتاعتي كلها بالشكل ده. التشكيل بقى حسب ذوقك انتي، بس القطايف بقى الجامدة جدا بتبقى بالشكل ده، حلوة جدا، سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت. بسم الله ما شاء الله. اي حاجة تعمليها في بيتك تبقي انت عرفتي انت عملتي ايه، حطيتي ايه، ايدك نظيفة غسلاها، حلوة جدا. طبعا كنت سخنت الزيت، طبعا لازم الزيت يكون سخن جامد. هحط القطايف بقى بالشكل ده، اقلب بقى السريح كده عشان ما تقرمش معايا وما تبقاش ناشفه. فالزيت لازم يكون سخن جامد. بطلعه بقى ايه، يكون دهبي محمر كده. احط بقى الكميه بتاعتي كلها واخلصها بالشكل ده، حلوه جدا وسهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت. كنت بقى مجهزه الشربات بتاعي، احطه لما يبرد، والقطايف بتاعتي اقلب فيها كده، افضل اقلب كده في جميع الاتجاهات عشان الالوان، عشان لونها يكون بالشكل ده، دهب محمر من جميع الاتجاهات، تحفة. خلصت الكمية بتاعتي، جيت بقى على الشربات كان برد. ابدأ بقى ان انا اقلب كده، مقرمشة وكريسبي من بره وطرية من جوه، تحفة بجد. جربيها بالطريقة دي ومش هتندم ان شاء الله. اهم حاجة عشان خاطر القطايف تبقى جامدة وطعمها حلو، لازم ان الزيت يكون سخن. جهزت الكمية بتاعتي بالطريقة دي ورصيتها كده، رصيت القطايف كده، رشة بقى جريئة كده مكسرات، حلوة جدا للعزومات ولبيتك، وتشرفي نفسك قدام ضيوفك. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة اما تعملي الطريقة وتجربيها. ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.